ازيكم ومسا مسا على كل حبايبي اللي وحشوني جدا جدا. يوم مميز جدا في فيديو النهارده هنقضيه مع بعض من اوله لحد اخره، ولما هتشوفوا تفاصيل اليوم كلها هتعرفوا ان احنا كلنا محتاجين يوم زي ده. ويومي بدأته وانا في الطريق لمحطة العتبة، وده المكان اللي كنا هنتجمع ونتحرك منه كلنا. نزلنا من العربية وكان معانا ماما ست الكل لانها كانت عايزة تيجي بقى تسلم على بقية الشلة، وبعد كده هي هتركب المترو واحنا هنكمل طريقنا بالمواصلات. اخويا الشيك جدا كان عامل نص ماتشنج كده معايا. واخيرا قابلنا الشله، كان نفسي اوريكم واحنا داخلين عليهم، بس ركبنا بسرعه 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 واجارك الله من اللي حصل في العربيه والسواق اترحم مننا. قعدنا نصور ونلعب ونعمل اي حاجه لحد ما ننزل، لان احنا ما شاء الله تبارك الله كنا كتير جدا وعاملين هجوم على المكان. لو عرفتوا بقى يعني احنا فين دلوقتي كده ورحنا فين قولولي في الكومنتات تحت. فضلنا بقى ماشيين طبعا عاملين زيطة فظيعة في المكان. بس اللي انا عايزة اقوله لكم ان فعلا احنا محتاجين في حياتنا يوم لو هيبقى كل شهر ان احنا نفصل ونصفي دماغنا كده ونخلي نفسيتنا تبقى حلوة. فضلنا بقى طالعين كده على السلالم وماشيين، وافرجكم بقى المناظر والحاجات اللي حوالينا. حاسه ان كتير منكم هيعرفوا المكان ده ويعرفوا احنا رحنا فين. انا في النص كده هسيب لكم شويه فيديوهات باصواتنا على الطبيعه عشان تسمعوا ودانكم توجعكم، بس عشان تشوفوا ان احنا الحمد لله كنا مبسوطين قد ايه. وشويه كده هرجع يعني لو في حاجه تفاصيل هقولها لكم. بس اكترية الاوقات انا هسيب لكم صوت مفتوح عشان تستمتعوا بالفيديو وتحسوا ان انتوا خرجتوا معانا وعشتوا اليوم بكل لحظاته. عايزه اقول لكم ان انا فرحانه جدا ان عيلتنا بتزيد، واتمنى طبعا ان هي تزيد وتكبر اكتر واكتر بيكو. فلو لسه في حد جديد بيتفرج عليا ومنضمش لعيلتنا، اتمنى ان هو ينزل يشترك في القناه ويبقى واحد من عيلتنا الحلوه. انا بفرح وبتشجع جدا بوجود كل شخص جديد، وكل اللي بيشجعوني طبعا من البدايه كلكم بتشرفوني. بس ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني ان شاء الله اشعار بكل فكره فيديو جديده، وتكونوا معايا فيه بروحكم وكلامكم الحلو ليا. وصلنا لحد شباك التذاكر وجه الوقت ان انا اقول لكم ان احنا رحنا حديقه الازهر. حبينا بقى نعمل الاعلان ده ونوجه الريفيو ده للمحل اللي جبنا منه الاكل، محل ابو عبده. والكفته كانت 100 والفراخ كانت 100. دي كانت وجبه يا جماعه عباره عن رز بسمتي وربع فرخه وكان ضمن كفته تقريبا. نسكت لا، نروح عاملين اعلان لمحل جيمي، ده محل لبس بقى اولاد وكده. وبصوا اسعار برضو 100 وهدوم 100 وكل حاجة 100. بصوا شيستكوا اكل ولبس عشان العيد بقى، ما تحرموش نفسكم من حاجة. دفعنا التذاكر والاطفال كانت 25 والكبار كانت 35. القطة دي كانت مشكلانة. دخلنا بقى عدينا البوابة. بصوا بقى المناظر اللي حواليكم، يعني المناظر دي كانت في الدخلة كده. بجد والله مناظر طبيعية وحلوة قوي ومريحة نفسيا. انا كمان كنت محتاجة لليوم ده قوي قوي قوي، لان كان بقالي فترة كبيرة ما خرجتش وما غيرتش جو. نفسيتي كانت محتاجة يوم ومناظر زي دي. انا الحمد لله كنت رايحة بطاقة سلبية ونفسية وحشة جدا، والحمد لله اليوم ده كان كفيل ان انا رجعت مبسوطة وعندي طاقة ايجابية واستعداد واستقبال لكل حاجة جاية. حديقة الازهر مكان مناسب جدا للعيلة للصحاب، للناس اللي عايزة تروح كده تقعد في مكان براحتها من غير اي دوشة. احنا اخترنا المكان المناسب جدا، لو رحتوا مش هتندموا خالص. انا من هنا بقى هبدأ ان انا افتح لكم الصوت وتشوفوا بقى صوتنا كان يعني مجلجل في المكان هناك ازاي. ده كده كنا من مرحلة بحث عن مكان هنقعد فيه يكون مناسب للعبنا وهزارنا. ومن هنا بقى هقول لكم باي باي مؤقتا. السماعات الجميله دي ايوه اطلع فوق في التله دي. اهم حاجه بص جس بايدك كده ما تكونش مبلوله. ها متى هتمحمل ايه؟ لا هتشرب ميه ده. انا مش عارف انتوا بتصوروا الحديقه ليه؟ في بني ادمين صوروهم على فكره. طبعا في زرع. هلا هوبا ده نضيف يا ساعه ونص.
لا يا ابني عايز اسمع راب بقى. يلا صوص صوص عفروتو كده يعني. يا اسطى طب بعيد رأيك اصلا حد جايب صب. الكلام العيب ده. لا انا مش انا اشوف لا ليه المعامله انا ازق طب تعالوا نلعب اللعبه بتاعت اللي هي انا بتكلم عنها. انا بتكلم بس دايما معايا مش قول يا حبيبي. تعالوا نلعب لعبه اللي هي الغمزه. لا قطعت ولا لا انت لا شاطر؟ ما لعبتهاش بص يا بسمة معانا اللي هي الغمزه. لا مش حلو الغمزه والله حلو. احسن من انا عامله بنتي حاسه ان احنا في حنه قوي. يلا يا جدعان. اللي بعده بقى ذكيه خلاص. اي بلدي. قال لك اجي فرانك بيقول لك شكله حلو. يلا بقى واحد اتجاه. اعمال ايديا حتى هنا. والله الصوبيا دي بعشقها. انا اللي عامل العصايه كلها. ايوه في حاجات هنا كده. افتح عبده انا بقول بتشيل البتاع الاول بس اوعى يا ابني اوعى تفتحها وكده هتقع. اوبن ده ايه ميه. بص يا اسطى افتح دي الاول كده يا اسطى. بعد كده بقى افتح. بعد كده افتح دي. طب انا الوحيد اللي ما خدتش ده تعليم مجاني يا عم. انا الوحيد اللي ما خدتش مش عصير. انت قلت بحب عايز عايز تشرب أيوة فراوله؟ بس يخلي عندي عصير. منك. فين المانجا؟ عايز اضرب ايه؟ ميكس. عايز اضرب ميكس. افتح مانجا ولا شفت الفرق بقى بين التعليم الاجنبي والتعليم المجاني؟ بس ساعات. في حيوان لا مين؟ محلي اه انت بتعمل ايه يا بنت؟ ده فرح المساعدية ده ولا ايه؟ انا خالتي امها اعملوا صوت يا بنتي بعمل ايوه حرام. وبعد ما الحمد لله شربنا العصاير وفطرنا، هتشوفوا بقى احلى لحظات وتفاصيل في اليوم كله. يلا ده النضارة محدش يمسك ايوه هاتوا هنا ارجع ورا شويه. اوعى توديني الجبل. استنى اوعى حد يوعينا الله يخليكم. خد تعالى ارجع ورا. انت بتجري ليه يا اسطى؟ طب يا رجاله ارجع قدام يا ولد. طب ما تقف. عم الضحك وبيبص له حوالين مين؟ ما انت مسكته يا ابني. ما تبص عليه يلا بتبص له تقول له مين؟ انت مسكته خلاص هتشوف مين. خلصانه ها؟ اتقل بقى. لا اتقل. وحتى امي شكلك شايف يالا. قوم عليه لحد كده. كده تمام؟ يلا بس يلا. 1 2 هوبا. خليك قدام ما ترجعش ورا. تكتب تكتب ايه نازله. يا جماعه ولا ليه؟ انا بتاع اللي جسمه. تعالى تفل. يا سيف تعالى اهو احمد نايم يمسكك. عشان ما بيلعبش. عبده عشان ما بيلعبش. عبده
انت ضربتني وقعدتني. تعالى بس هي. ده ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ منى؟ لف 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 لف. لف عبيط لف. عبده؟ كان عبده؟ لا 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 خش قدام. لا انا لسه بعرف. احمد؟ يعني دي ايد احمد. بلال؟ يا عم حس بقى حس. واحده جامده واحده جامده واحده جامده واحده جامده. جامد جامد جامد. لا قدام. 2 ضرب. ماشي خلاص يا بعد انا لخبطة. انا لا ما قلناش يا عمرو على الضربه دي. عشان عايز اضرب ضربه ثاني. انت لا بلال. لا انت قلت واحد لا لا ما تبدأ يا جماعة. لا اضرب على ايه ده ايه ده لف وشك يا رحمك لف وشك يا رحمك تعال ايه ده انت واقف جنبه واقف جنبه. هو مين؟ انزل يا رشيد. هو فين؟ اعمل ايه؟ هو عارف ايه ده؟ في ايه؟ تعالى فين؟ مين الاول؟ تعالوا بجد كنت. انزل يا حبيبي عبده لا ما بتعملش اي حاجه النهارده. هو حاسس نفسي بس. يا حنينه تعالى. نادي الحنينه. كده سيرش مكان. خش في وسطينا تعالى. يعني دي ثلجت؟ لا من حاجه في الجيب فين؟ نملت بس انا ما عنديش الزراير انا عندي. ما تيجي نلعب افلام مثلا. ده بطيخ بيتاكل كده. نشرح للناس ازاي البطيخ بيتاكل. خليها حيوانات اساسا خليها حيوانات. حيوانات ايه؟ خليها انا حيوانات. عايز اشرح للناس بسمله فاكر لما كنت عندكم يا بسمله فاكر لما كنت عندكم هي حيوانات. جدي فبعمل له ازاي؟ لا بتعملوا انا شفتها الصراحه. يلا بقى حط بس فوق. حلوه تخين 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 قوي. عفريت. لا لا زي ايوه فوق. خلاص انا ماشي خش. لا سجده ما تفهمش. هتجيبي اكل يا سجده هتجيب لك سجده لا اكلات ايه؟ بتبقى احسن اكلات. لا لا انا عايزه اتمرجح هم يقفلوا. فعلا ما وقفت دي. سيب الحوار كله. ايش تسوي يا ابوي؟ عم امي اللي بتيجي دي انت عايزها. ايه قصدها مش وحش بس. صورة بقى. اديها لامك. سامع بعيد يا سماعة ما الصوت. قلتليش اه ايه ده؟ فيديو. ايوه انا ده معاك. فيديو يا منى ده فيديو؟ طب يلا يلا تاني. تاني؟ منى لحظة ان في سنة جبنة اقسم بالله. ايه ده؟ انا اخويا هنا بقى كان عاوز يقلبني مش يمرجحني خالص، بيحبني وبيعزني جدا. المراجح دي بقى يا جماعه عايزه اقول لكم ان مكتوب عليها من سن 5 ل10 سنوات، واحنا صممنا نتمرجح عليها. يا سما حاجه صوت خفيفه. يلا باي باي. قول باي باي، قول باي باي للكاميرا. باي 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 باي. قول باي باي، قول باي باي للكاميرا. قول باي باي للكاميرا. باي باي حضرتك. باي باي. لا انا اديتهم لعمرو. انا مش عارفه اعمل باي. بعدين مش عارفه اعمل باي حاجة تانية. نظرا لمشاعركم. احنا منى كانت بتطلع على الصورة. تعالى خش تاني. على فكرة يا عمرو طالما انت معاك التذكرة. هو ايه اللي بينور هناك ده؟ ايه اللي بينور هناك ده؟ لعبه هتكون يعني لعبه هو اللي بتقعد تطلع فوق ساقيه. طب تعالى نلعبها. يا عم ما تسكت يا عم. شاله يا رب تكسب. على ابو العيال الصغيره. ماشي لاعب سجده والعيال الصغيره العيال الصغيره نلعبهم حاجات صغيره زي بلال وعبد وسجده كده اطفال. انا اروح بتروح من اللعبه دي.
حاسه كده ان انتوا اتبسطتوا معانا قوي قوي وان اليوم عجبكم اكتر مننا كمان. متنسوش بقى انتوا تقولوا لنا كلام حلو كده في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم في اليوم، وناويين انتوا تجربوا التجربه دي لو ما لحقتوش في رمضان في العيد. يومنا كان خلص في حديقة الازهر، لكن كنا لسه بقى رايحين نكمله في مكان حلو قوي برضو في وسط البلد، وهسيبكم تاني مع الاحداث والصوت، بس احنا طمعانين في لايكات حلوه كتير منكم. شاطر والله. عايز اكل. لا وانا برضو انا معاك. ليش تتصور؟ ليش تتصور؟ لا يكون في عينك شبكه منه. عينك بالحنطوب. كنت عايز اعمل فيديو اللي هو كده. يلا بلزق. تعالي نركب الحنطوب. بيتكلم في التليفون. يلا وصل المشوار. يلا. انا هنا اهو. قعدت شغال انا قعدت معاهم. يلا. تكون بحد يفهمهم ايه انا قلبي شايل منه. يلا عشان نعدي عادي يلا. يا سلام. في مصر حاجة تانية. والسر في التفاصيل. في مصر في الدنيا يعني في كل حتة بنتمشى ونس وزينة في الشارع. صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. وحوي وكمان وحوي. رمضان كان رمضان فضلنا ماشيين في شوارع وسط البلد، وبصراحة الأجواء في وسط البلد خصوصا في رمضان غير طبعا ان هي في العادي اساسا شوارعها حلوة قوي، بس كانت فعلا فظيعة. قعدنا ندور بقى على مكان حلو كده نكمل فيه هيصة. وصلنا بقى للكافيه الأمور ده اللي احنا قعدنا عليه وخدنا راحتنا ولا اكننا قاعدين في البيت، بس كنا جوعنا شوية من كتر اللف، وقلنا لما نطلع بقى الاكل ناكله من بتاع عم يا ابو عبده عشان نطلب بقى الشاي ونحبس بيه، ومحدش يركز في الفجعة عشان كنا جعانين كلنا. للأسف الفيديوهات دي يعني اللي صورها ما حفظش الصوت بتاعها، فجت من غير صوت، فقلت هكلم لكم انا بقى. احنا طلبنا الشاي كده، حبسنا بالشاي، اللي طلب قهوة طلب، واللي طلب نسكافيه، واللي طلب شاي، وقعدنا بقى نلعب جيمين دومنا كده، بس لعبنا الغمازة بقى، ما لعبناش دومنا يعني كنا بنلعب من شوية بعد كده لعبنا بقى الغمازة. وقعدنا بقى نلعب شوية، نسأل بعض شوية، نرخم على بعض شوية. المهم ان الحمد لله كانت هي يعني كان المكان ده كان هو ختام اليوم، ففضلنا قاعدين بقى فيه كتير 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 قوي، والحمد لله استولينا على المكان كله، لدرجة ان كل شوية كان يجي حد من المكان الكافيه كده او القهوة اللي احنا قعدنا عليها دي يقول لنا الصوت اتفضحنا. قعدنا بقى كل شويه كده نصور اهو، زي ما انتم شايفين ده واحد كان مفجوع برضو هناك. نسكت لا، نقوم بقى نجيب لب ونبهدل لهم بقى، نزبل لهم المكان واحنا قاعدين، وكله بقى لايك. بصوا لايك، يلا لايك 2 3 4 يلا 5 6. بصوا كتير يعني، بصوا عندكم 9 لايكات قاعدين، شوفوا انتوا بقى هتزودوا قد ايه تاني. متنسوش بقى اللايك الحلو يا جماعه كده، والكومنتات الحلوه منكم، فرحونا في الكومنتات زي ما احنا فرحناكم وشاركناكم معانا اليوم. نسكت بقى زي ما قلت لكم، لا نفتح بقى الفلترات اللي شكلها خد ونروح عليهم واحد واحد بقى. ده كان في محاوله هروب بس جت عليه برضو، شكلهم فظيع قوي. طبعا كان لسه بقى لا قاعدين بقى، وانا هسيب حد لما اطلعه بالفلتر ده. الحمد لله ان انا اللي كنت بصور عشان ما حدش يعمل فيا اللي انا بعمله في الناس. كانوا عمالين يعصبوه ويقولوا له انت متضايق ليه ومكشر ليه، هو مش واخد باله ان احنا بنصوره بالفلتر ده اصلا عشان الكلام يليق بقى مع موقف الحدث. الضيفين اللي جايين بقى الجداد دول ما سيبناهمش برضو، صورناهم بنفس الفلتر.
وبعد كده كنا جايبين الحاجات الحلوة دي بقى حلينا بيها في نهاية اليوم، عشان كنا خلاص رحنا بقى المترو وكنا للأسف مروحين، وكنا كل شوية عمالين نقول باي واحنا بنبص لبعض كده ومتأثرين ان احنا هنروح. بجد اليوم فعلا احنا مروحين تعبانين ومهلوكين، بس من الانبساط مش من التعب على الفاضي. فيا جماعة اعملوا كده بجد. عارفين الاغنيه بتاعت محمد فؤاد اللي هو ما تيجي نعمل كده هيجرالنا ايه؟ هي فعلا الاغنيه دي منطبقه على الفيديو او على كل حد نفسه يعمل حاجه يغير بيها جو. اعملوا كده فعلا مش هتندموا وهتحسوا بتغيير. جبنا تذاكر المترو اللي هنروح بيها للاسف، وعايزه اقول لكم بقى ان انتوا توحشوني جدا ان شاء الله. لحد ما نبقى مع بعض في فيديو جديد تاني ان شاء الله. ما تنسوش بقى ان انتوا تفرحوني بكلامكم الحلو اللي بيشجعني، لاني بصراحة ببقى محتاجاه من كل فيديو للتاني. استنينا المترو، كنا هنركب مع بعض بس كنت انا واخويا هننزل ونبدل بقى من محطة تانية. سايبالكم في اخر الفيديو كام صورة كده من اليوم. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات ان انتوا حبيتوا اليوم معانا وحسيتوا ان انتوا اتبسطتوا وغيرتوا جو حتى لو من خلال فرجة الفيديو بس. وهقول لكم باي باي انا كمان، واشوفكم على خير في فيديو جديد. Thank you.